السلام عليكم. النهاردة الحلقة الثانية من سلسلة الوصايا الخمسة، والنهاردة وصيتنا لكل راجل عنده فرح أو ناوي يعمل فرح: اتبع الخمس وصايا دول عشان ربنا يسعدك ويسعد الناس معاك بعد ما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف يا سيدي، أول حاجة أنت عندك فرح، افرح واسعد، ربنا يسعد قلبك. بس لو فيه ميت في منطقتك لسه اهله باخدوا العزا بتاعه والناس مجروحين، من الواجب ومن الادب ان انت تروح تستأذنهم، ولو اذنوا لك اقتصد في مظاهر الفرح. بلاش السهرة اللي فيها رقصات، بلاش انك تعلق اغاني، بلاش دقة المزيكا اللي بتحرك الحزن في قلوبهم. وعلى فكرة انت كده هتزيد في نظر المداعي بتوعك. واعرف ان كله سلف ودين، النهاردة الميت عندهم بكرة الميت عندك. اعمل فرحك بس تأدب مع جيرانك المجروحين في الحزن بتاعهم. الوصية التانية بالذات في مناطقنا، لو هتعمل فرح، لو ما فيش عندك وقت فراغ ممكن كل يوم تروح بلد شكل. لو ما فيش عندك عمل بيدر عليك كل يوم عائد مادي، ما توسعش على نفسك في موضوع النقوط. انما علشان تبعت مع 5 6 مكاتب توزع في البلاد والاخر تلم لك $500,000، وتاني يوم مطالب تجري بالدفتر بتاعك كل يوم 7 8 تفراح، عايز لك 3 4000 جنيه يوميا. اوعى توسع على نفسك في موضوع النقوط، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اوعى تفكر ان انت لما ما تسددش النقوط صاحب النقوط هيطبطب عليك، لا والله، ده هيسوق عليك الناس وهيبعت لك وهيطالبك. ده انا امبارح قاري منشور ان واحد عايز ينزل اسامي الناس اللي نقطها على النت، الناس اللي ما راحتلوش. فوصيتي ليك اوعى توسع على نفسك في لم النقوط الا اذا كان عندك عائد مادي يغطي النقوط بتاعك، وعندك وقت ان انت تروح كل يوم فرح شكل، فرح واثنين وثلاثة. وبعدين اللي احترمك وجالك فرحك احترمه وروح له فرحه، ما تبعتلوش النقوط مع حد. الوصية الثالثة: تجبر خاطر الفقير زي ما بتجبر خاطر الغني. ما ينفعش الغني لما يدخل عليك الصوان تسلم عليه وتبوسه من الجنبين وتطبطب عليه وتنده للمصورات تتصور جنبه وتقعده في صدر الصوان، وتنده لبتاع القهوة يحط له، وبتاع البوفيه يجيب له عصير، وبتاع المطبخ يحطه، والفقير قاعد ما بتعبروش. لا، من منطلق جبر الخواطر على الله، انت صاحب مناسبة صاحب فرح، يبقى عندك الغني زي الفقير وسيبها لله، ربنا هيرضيك زي ما جبرت خاطر الفقير. رابع وصية احنا كمسلمين من الاحترام ان احنا ساعة الاذان بنبطل المزيكا، بنبطل الفرح علشان الناس تصلي. ما ينفعش ان الناس تبقى في المسجد ما هيش عارفة تصلي العشاء، ما هيش سامعة الامام بيقول ايه من المزيكا اللي بتدق علو دماغهم. يبقى انا راجل كصاحب فرح، حاليا من كرم ربنا ان بين المسجد والمسجد فيه مسجد، يعني كده كده فيه صوت الاذان وصل عندك. وحتى الناس في البيوت يعرفوا ان الاذان بدن، المغرب بدن، العشاء بتدن. انما الناس واقفه في الصف بتصلي ورا الامام وصوت المزيكا وصوت الاغاني وصوت الميكروفون مغطى عليهم، انت كمسلم ما ينفعش. اقضي فرحك واسعد، ربنا يسعد قلبك، بس ساعة الاذان من الاحترام نبطل كل شيء. الوصية الخامسة من الاحترام ان انا امنع خلطة النساء بالرجال في الصوان، لان انا اللي مسؤول. النهارده بنلاقي الراجل لسه جاي يقعد على الكرسي، تلاقي كتيبه من النساء جايين بحجه ان هم بيبيعوا مناديل او ان هم بيمدوا ايديهم وبيطلبوا، وبعدين بيقولوا كلام ما هوش كويس. وما ينفعش الخلطه دي اصلها في الصوان. احتراما لمداعيك، الست الغلبانه تيجي اداها 100 جنيه وقول لها اتكل على الله، او 200 جنيه، بحيث ان انت بتحترم ضيوفك، بتكرم ضيوفك بالفلوس اللي انت بتدفعها دي. انما نلاقيها جايه تقول له لا يا عمري وهات لي يا سندي، والكلام ده كله كلام فاضي. فخلطة النساء حتى لو على باب الله، وكلنا على باب الله، ما تنفعش في الصوان. تاني حاجة، أهل البوفيه، أصحاب البوفيه ناس محترمين جدا وشكرا على الواجب اللي بيعملوه، ولكن المفروض البنت أو الست اللي جاية معاهم بتخدم على الحريم المفروض تبقى لابسة لبس واسع. ما ينفعش الرجاله قاعده رجاله محترمه في الصوان وكل شويه واحده لابسه لبس هتنفجر فيه، لابسه ترنج، لابسه بيجامه، لابسه مش عارف ايه، بحجه ان هي بتخدم على الحريم. لا، المفروض البوفيه الست لابسه لبس واسع، لان هي بتشتغل، ربنا يعينها ويكرمها يا رب،
بس تبقى لابسه لبس كويس ماهوش ضيق ولا شيء من اللي بنشوفه، لان يعني البنت بتاعت البوفيه اللي بتخدم على النساء اكتر واحده بتروح وبتيجي قدام الناس، فاصحاب البوفيه يتقوا الله فيها. واخيرا يا صاحب الفرح، اسال الله ان ربنا يفرح قلبك. حاول ان انت في فرحك تجتنب الحاجات اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. اي حاجه بتغضب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها اجتنبها. بلاش موضوع قعده الجماعه اللي بيشربوا حشيش او بيشربوا مش عارف ايه الجوزه ورا، لا، الحاجات الخبائث دي اجتنبها. الشيء اللي بيغضب النبي صلى الله عليه وسلم اوعى تعمله في فرحك، هتفوز. بكره ان شاء الله حلقه جديده من سلسله الوصايا الخمس. كونوا معنا، اخوكم جمال الدقناوي.